توب دراما تقدم المسلسل الإذاعي الجبابرة مع نخبة متألقة من نجوم التمثيل الصوتي. هندسة صوتية استوديو أون إير. فويس أوفر ياسمين محمد. تصميم بوسترات مصطفى مايو. مساعد مخرج حسنى حسن. مخرج منفذ أحمد نبيل. المسلسل الإذاعي الجبابرة إنتاج توب دراما 2024. تأليف نهى علي. إخراج تامر فؤاد. اللي بتقوله ده مستحيل يا جو. لا أنكل أدهم ولا خالته هيوافقوا إنهم يجوزوك بنت عاصم ونهال. الكراهية مع الشاشة من زمان، موضوعنا فاكس. بس انا بقى ورثت عن ابويا وامي التحدي والقوة والعناد، ولما بحط حاجة في دماغي بعملها يا فري. هروح لبابا وهتكلم معاه. عاصم العباسي هيرفضك بالتلاتة. برضه هعمل اللي في دماغي وهنحارب انا وانتي، قدرنا كده عشان افوز بيكي يا فريدة. جو عيون جو وقلب وعمر جو يا بنت العباسي. ايه يا نهى، عايزه ايه مني؟ نهى ابعدي المطوه دي عني، الحقوني، حد يلحقني. دي مطوة صغيرة هخليها تزغرط في وشك البلاستيك يا ولية. بقى كل يوم تبعتي صورك الزبالة يا زبالة ليا. فاكرة نهى العباسي بقى راحت بتتحدين أنا يا بت. ها الحقوني، لا 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 لا، انت اكيد مجنونه، اكيد مجنونه. مجنونة؟ هو انت لسه شفتي جنان يا اختي؟ ده انا جاي اعمل معاكي الواجب الصح وابارك لك يا ضرتي الواطيه. ها بس بطريقه نهى العباسي. شعري حرام عليكي، انت بتعملي ايه؟ وعزة وجلال الله لا هخليكي تتنفسي ادهم ثاني اكسيد كربون. شفتي شكمان العربيه بيطلع عوادم ازاي؟ وو انت بقى حالك هيبقى زيه وهتجيبي من جوفك دم يا الماما. خايفه من المطوه يا حبيبتي؟ طب اهي طوحتها بعيد، ايدي فيا ده انا هظبطك. هتعملي ايه؟ عايزه مني ايه؟ هظبطك واروقك عشان تعرفي تبسطي ادهم كويس. ده انت عزيزه عليا خالص. وفاضلك حبه وتبقي حب العزيز. اني انتقم. محدش هنا ولا ايه؟ عليا وعلى اعدائي يا رب. تعالي حد يلحقني. انت بتقولي ايه؟ تدمي انت بتسألني انا؟ نهى اتجننت. هوب مرة واحدة تتصل وتقول جهزوا مريم ونزلوا الشنط اللي في الأوضة، حتى البيبي سيتر والخدامة نفذوا على طول. هوب تتكلم وتقولك أنا مسافرة هي ومريم وعزيزة برا البلد. فين؟ مش عايزة تقول. ما تقولي حاجة يا مها. ما تستعجلوش يا خبر، دلوقتي بفلوس، ساعة زمن هيبقى ببلاش. انا خلاص حطيت صوابع العشرة في الشق منها. الله يعين ادهم والله. أدهم يا شيخ، منه لله هو السبب، بقيت مجنونة بسببه. ربنا يبرد قلبك يا نهى. يا نهار اسود، هي الحرب قامت ولا ايه؟ مش ممكن. بريهان، في ايه يا بريهان؟ ايه ده؟ يا ستار يا رب، سلام قولا من رب الرحيم. يا شعري، انت متجوز ايه؟ الرجل الاخضر ايه ده؟ اسدية دي مش بني ادم، دي وحش في صورة بني ادم. هي نهى اللي عملت فيكي كده؟ هي كوكتيل الصراحة.
قعدت تقطعلي في شعري وجابت مقص وخليتهولي كله رقع وبعدين رقصتهولي. ويا ريت بس على كده، دي قعدت تديني في البوكس لحد ما شوهتلي وشي. شوهته ايه بس؟ دي شلفطته يا روحي خالص. كله كوم والخرابيش كوم تاني. لا 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 لا، ولا العض. يا نهار ابيض، هي وصلت العض كمان؟ عض في كل حته، عض. لا 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 لا، طمنيني، هي عضتك فين بالظبط؟ المجرمة انا هبلغ عنها واوديها في داهية. هو انت فرحان فيا ولا ايه؟ فرحان ايه وبتاعي؟ وبوليس ايه اللي انت عايزه تبلغيه؟ انا هجيب لك حقك. لا، انا لازم ابلغ البوليس. لو عملت كده انا هقول ان انا اللي عملت فيكي كده، مش نهى. اهدي شويه، انا رايح لها البيت وهتشوفي هعمل فيها ايه. معلش يا روحي. نهى، ده انا هولع فيكي بجاز. دي هدية جوازك للواطية الرمة اللي اتجوزتها عليا. يا رب تكون عجبتك، انبساطك يهمني، فيا رب الليلة تكون مبسوط ومتهني قوي. صباحية مباركة يا عريس. على العموم أنا خدت بنتي وسافرت، ولما أحب أرجع هرجع، بس اتأكد إن رجعة نهى العباسي مش أي رجعة يا أدهمتي. فاكر؟ دي البداية، استعد يا أدهم للجولة الأولى. بقى كده يا نهى بتتحديني؟ حاضر يا بنت العباسي، هنشوف يا نهتي، هنشوف. الو، ماشي بالقوي يا نهى. مالك يا ابو السباع؟ السبع شايل الهم من ايه؟ أوه. بطل حركاتك دي وحياة ابوك، انا مش ناقصك. ولا انت ناقصني ولا انا ناقصك. انا مالي ومالك، كفايه مدامتك الاتنين. سد بقى يا سبع واتحمل. عاجبك عمال الست اختك دي؟ انا لحد دلوقتي مستحمل وماسك نفسي بالعافيه. دي راحت ضربت بريهان وخلت شكلها ولا مفتاح 9 وعديت. كمل يا ابو الكباتن كمل. خدت الولاد وسافرت بيهم، وبعد ساعة زمن كنت عرفت هي فين، ومطنش بمزاجي. اتصل تقفل في وش السكة، لكن كمان تتصور مع شلة واطية المامة، والاقي واحد حاطط ايده على كتفها وهي بتطلع لسانها في الصورة وبتبعتها لي. عاوزة ايه دي؟ عاوزه تشيلك باذن واحد احد، قول ان شاء الله. نصر. بس انت صاحبي، النصيحة الوحيدة اللي اقولها لك انك تكتب وصيتك بكل حاجة انت عاوزها ونفسك فيها، ووعد شرف هنفذها لك بعد موتك. نهى كده بتضحك معاك. انت لسه شفت حاجة؟ ربنا معاك. نصر، انا مش ناقصك، اتكلم عدل. طيب اهدى هقولك. انت مش كنت زعلان قوي انك مش لاقي نهى بتاعت زمان اللي ضاعت؟ اهي جات لك تاني، بس بنار بتحرق روما بحالها. يا راجل دي غلبت نيرون نفسه. اختي مش هتسكت والله، دي نهى العباسي المرأة الحديدية. وانت ما شاء الله عندك النسخة المعدلة منها برهان في البيت، والنسخة الأصلي من الجنان والتحدي فائت الوصف. فائت لك يا جوز أختي وابن عمي. الله يرحمك بجد. لو هي نهى العباسي انا ادهم العباسي. ماشي يا نهى، ماشي. نيرة، بابي وحشتني يا بابي. آسر حبيبي، وحشتني قوي يا حبيبي. آسر طلب يجي يشوفك يا رفيق. ما هو بيته زي ما هو بيتك يا نيرة. ايه، هتفضلي واقفة عندك؟ اتفضلي، ده بيتك على الأقل لحد دلوقتي. بابي وحشتني قوي يا بابي.
تيتا شكلها كمان زعلانة منك، بتقول ان انت وحشتها قوي، وانت مش عايز تيجي القصر ليه؟ وجد وشوكت كمان. هاجي يا حبيبي قريب. بقولك ايه، ادخل اوضتك هتلاقي لعبة حلوة قوي، كنت جايبها لك لما اجي اشوفك. يلا يا حبيبي، يلا روح هاتها بسرعة. خلاص يا رفيق، وصل بينا الحال، كل واحد بقى في مكان لوحده. انت اللي اخترتي يا نجمة، انت اللي اخترتي ان احنا نكون كده. رفيق، écoutez s'il te plaît، اسمعني بقى أرجوك. مش معنى إن أنا بدور على النجاح إن أنا ههملك. ليه أنت مصر على كل حاجة تضيعها ما بينا؟ الحب الكبير اللي جوانا، حرام عليك. انا نيرة؟ طب بأمارة ايه؟ هقولك، تعالي كده بص في المراية، شوفي فيها كويس، قوليلي، هي دي نيرة؟ هي دي مراتي؟ هي فين حبيبتي؟ فين ملهمة كلماتي وألحاني؟ قوليلي راحت مني فين؟ يا رفيق، ما أنا أهو، عشان خاطري. أنا ليه حسيت كده دايما كاره ليا نجاحي وإني أثبت وجودي؟ أنا ضد نجاحك؟ معقولة تفكيرك وصل للانحطاط ده؟ وبعدين نجاحك دلوقتي بقى مع مراد فكري، ولا انت مش واخدة بالك؟ تقصد إيه يا رفيق؟ أنت عارف إني مخلصة ليك وبحبك، ومفيش حاجة جوايا لحد غيرك. رفيق ايه؟ فوق لكلامك ولتصرفاتك قبل ما كل حاجة تنهار بينا يا نيرة. إيه؟ تنهار؟ كسكت دي؟ أنت بتقول إيه؟ تقصد أنت عايز ننفصل؟ ايوه يا بنت العباسي، وعلى رأي أدهم قال لي بنات العباسي كلهم راكبهم العند والكبر. أدهم الله يخرب بيته، هو سبب كل المصايب اللي بتحصل دي، وهو اللي مقويك عليا، مش كده؟ ما بقتش فارقة، الظاهر كده ان احنا وصلنا للنهاية. رفيق، ما تقولش كده أرجوك، هاتها كونفنانس زي ما تحب. آسف، يلا بينا نروح. وعلى كده الصفقة تستاهل ولا ايه يا نصر؟ منتظر كلمة شوكت باشا. ها يا بابا؟ علشان نغير مجالنا في تجارة المخدرات ونبدأ في التعامل مع السلاح، أنا ليا شرط، حافظ المسعودي يكون معانا. حافظ المسعودي؟ ده خطر وما ينفعش، الوضع حساس، خصوصا بعد ما نهال بنتك اتجوزته. بالعكس، حافظ مش هيعترض انه يكون معانا، وصفقة جورج تتم والنسبة تتغير لينا. هنشوف. عاصم، حقيقي نهى وقعت معاك عقود الشركة بينك وبينها؟ نهى دي حبيبتي يا عمي، وفي النهاية احنا عيلة واحدة، والغريب ما بيننا ملوش مكان. مش دايما يا عاصم الغريب برضه، الأقارب عقارب يا ابن أخويا، ولا نسيت؟ نصر، يلا نروح، أنا تعبان. حاضر يا بابا. حتة الأرض دي لقطة يا أدهم، إزاي ما ندخلش المزاد بتاعها؟ موقعها تحفة، يعني مشروع قرية سياحية فوق الممتاز. ايوه يا بيري، بس انا مضغوط الفترة دي بسبب السيولة، واخد قرض كمان. نضغط نفسنا شوية كمان، معلش. ممكن تفك الوديعة من البنك. الوديعة؟ لا طبعا، دي حاجة ولادي. يا أدهم، المشروع ده هيجيب أضعاف مضاعفة، وبدل الوديعة هتبقى وديعة 2 و3 لولادك. فكر أرجوك يا حبيبي. طيب
سيبيني افكر وارد عليكي. بحبك 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 يا أدهم، بحبك. وانا كمان يا حبيبتي. خلاص هندخل المزاد ولا تزعلي روحك. انتظرونا قريباً مع الحلقة القادمة من المسلسل الإذاعي الجبابرة. تأليف نهى علي، إخراج تامر فؤاد.